منطقة الجوف وإلى حياكة السدو اللي تعتبر واحدة من الفنون الحرفية التقليدية الإبداعية التي لا زالت تزاولها النساء في القريات، وتعتمد هذه الحرفة على مواد وأدوات منها وبر الإبل وصوف الأغنام. نتعرف أكثر على هذه الحرفة مع زميلنا نايف الفندي من هناك. نايف، مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟ أهلا بك محمد، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين من هنا من أقصى شمال المملكة القريات. نعم، حياكة السدو أو الصوف هي من أهم الحرف اليدوية التي اشتهر بها أهل البادية في شمال المملكة. طبعا يتميز السدو بألوانه الزاهية والبهيجة والزخارف المميزة التي تحمل طبعا دلالات اجتماعية مختلفة، يعني مستوحاة من طبيعة سكان المنطقة. برعت المرأة السعودية طبعا في هذا المجال، وهنا في القريات أقصى شمال المملكة لدينا مثال لذلك الحرفية لفوة الشراري أم عبد الكريم. نتعرف معها اليوم على هذا الفن التراثي الأصيل. نرحب فيك أم عبد الكريم، ويعطيك العافية على هذا الشغل الطيب والمميز. الله يعافيك ويحييكم. بالبداية نبغى نتعرف أم عبد الكريم، كيف كانت بداية أم عبد الكريم حتى أتقنتي هذا الفن؟ والله اشتغلت، يعني تعلمت من أمي من عمري 8 سنين، شوي شوي أسوي البسط، تنجح وتسقط تنجح وتسقط، لما الحمد لله استمريت صرت أسوي البسط. من البسط صرت أسوي القطايف الصوف، وصرت أسوي السياح حقات البيت الشعر، وصرنا أول بداياتنا من الصوف الغنم نغسله، وإذا مجزون نغسله وننظفه وننفشه بالمنفاش ونغزله بالمغزل ونصبغ الألوان ونستمر على الشغلة هذه من حمد الله وشكره. جميل. وهذه الشغلة هذه يعني صار غلاها عندي ما أقدر أتخلى عنها، لأنها من ورثة أجدادنا ومحتفظين بها، ما نقدر نتخلى عنها. وصرت أعلم بناتي عليها عشان يحتفظون بها بعدين للمستقبل لأجدادنا، ما نقطع يعني أثارهم، من حمد الله وشكره. طيب خلينا نعرف المشاهد من وقت جز صوف مثلا الخروف الين ما جهزتوا الشغل هذا الجميل. خلينا نعرف المشاهد كيف يبدا يعني حياكة السدو. حياكة السدو اول ما نقز الغنم، تقزيناه غسلناه ونظفناه نفشناه بالمنفاش اللي هذا هو المنفاش، هذا المنفاش نفشه صوبه. حلو. لو ننفشه نغسله بالمغزل، هذا المغزل. ولا غزلنا بالمغزل طلع هذا الدحر، وهذا الشواليد نصبغها، هذا الشواليد نصبغها ونستعملهم بالشيصة هذه. اسمها الشيصة هذا نسوي السياح به، قرن الغزال اللي هو قرن غزال. نعم. هذا اللي شغالين به من حمد الله وشكره. ووصي كل وحدة من يعني حريمنا وعرباننا انهم يحتفظون بالشيء هذا. جميل. طيب قدام يحتفظون به قدام. ام عبد الكريم، آثار اجدادنا من حمد الله ولبانة. طيب أم عبد الكريم، كم يقعد الشغل على عمل مثل هذه الأعمال؟ والله الشغل ما هو واحد، في شغل يعني وده وقت من 8 شهور اللي هي السياح والقطايف، من 8 شهور إلى سنة. أيوة. وحنا شغالين بيهن. جميل. يعني ما نتريح على طول ومواصلين بالشغل. طيب أكيد تبيعين أنت أم عبد الكريم؟ إي والله أنا الحمد لله. كيف الأسعار؟ الحمد لله نبيع والحال مستورة من حمد الله وشكره. والله الأسعار عندي هذه سيمة ب10. 10,000 ما شاء الله تبارك. من حمد الله وشكره. عشان شغل يدوي هي شغل يدوي وشغل صوفنا وانتاجنا من حمد الله وشكره، ولن تخلى لما نحط بقبورنا ما تخلى، ونوصي حتى بناتنا وحريمنا يطول عمرك يحتفظوا لنا بهالشيء هذا. يطول عمرك. طبعا فخر بنت ولدك هذه ما شاء الله تبارك الله. ايوه هذه بنت ولدي. جالسه تعلمينها على الشغل هذا؟ والله انا ما اعرف، هذه جلستها مسكي ابد. يلا تعرف تشتغل فخر بعد؟ تشتغل فخر. يلا ورينا يا فخر شلون تشتغلين. هذه أصغر طفلة شمالية تشتغل بالسدو. أنا الكبار ما نقدر نطلع، إحنا الكبار. يلا اشتغلي يا فخر، اشتغلي يا فخر. شلون تشتغلين؟ تعلمتي على الشغلة ولا لا؟ سولفي تكلمي. تعلمت. كيف سهل الشغل ولا صعب؟ سهل. وش تسوين الآن؟ سوي الصوف. تسوين الصوف؟ تبين إذا كبرتي تصيرين زي جدتك؟ تسوين سدو؟ حلو. طيب أم عبد الكريم، أنت شاركتي بالمهرجانات وفعاليات بعرض منتجاتك هذه، صح ولا لا؟ نعم صحيح. وكيف لقيتي إقبال عليهم؟ في ناس يشترون إلى الآن الأشياء التراثية؟ والله ما الناس تدور التراثية.
ماشي الناس تدور من حمد الله وشكره. طيب. انها ماشي وان شاء الله انها ما ينقطع عندنا التراث. الله يعطيك العافيه ام عبد الكريم. الله يعافيك شرفتونا والله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه وشكرا لك اخوي محمد. نعم شاهدنا طبعا حياكه السدو مع ام عبد الكريم. ومنطقه الجوف اشتهرت منذ قديم الازل طبعا بحياكه الملابس والعباءات وارسالها الى بلاد الشام والى العراق، فهذه حرفه قديمه للاهالي هنا في منطقه الجوف. شكرا نايف، يعطيك العافيه. الشكر ايضا موصول لضيفتك الكريمه. مهم جدا